اسوأ اختراع في العصر الحديث، العداد اللي هو ابو كارت ده. لو انت عندك عداد اللي هو بيجي لك المحصل ويحصل منك فلوس، فانت كده في نعمه وزي الفل و100 فل و14. انما انت ده عداد ده الجو بقى مقلوب بره وبايظ بره، تمام، لازم نروح نشحن ايه؟ نروح نشحن الكارت، ولما بيستلف ياخد الضعف 2. هنروح بقى شركة الكهرباء، هي أقرب حاجة لينا، هنضرب مسافة، هنروح شركة الكهرباء حاجة لينا عشان نشحن الكارت. يلا يا عمر عشان نروح. يا عمر. نعم بابا، عايز ايه؟ هنروح نشحن الكارت. شغلانة السوداء، كنا مرتاحين في ده كله، كنا بندفع ممارسة وملناش دعوة بالبتاع. انما ده لازم تروح عشان خاطر ما يتخصمش عليك فلوس بتاع دوت سلفة، ولازم تروح تشحنه عشان النور ما يقطعش عليك. نشحن ال 300 جنيه وما بيعملش الشهر. يلا سالوكا تعالى هنا ناكل الايس كريم. ناكل الايس كريم، تعالى على خد دي لماما. دي بتاعتك؟ ماشي. جبت ايس كريم؟ هتيجي معانا فين؟ احنا رايحين نتفسح، نروح نشحن الكارت على طول ونيجي. خش كل دي مع ماما، يلا. خش كلها مع ماما، يلا. خلاص يا بابا، استناكم هنا لحد ما تيجوا. ماشي يا جدع. ربنا يستر، ده الجو بايظ بره. خش يا سلوكة. طبعا يا جماعه احنا رحنا شركه الكهرباء، تمام. والله فضلنا قاعدين اكتر من يجي ساعه ونص، كان في طابور كبير قوي كبير قوي قوي قوي، وفي الاخر قال لك السيستم وقع. طبعا ده احنا رحنا شركه الكهرباء بنشحن من هناك، لان احنا عندنا مفيش حد بيشحن، ولو حد بيشحن هتلاقي واحد مثلا ولا 2 بيشحنوا، بياخد منك الضعف 2، اكنك بتشحن كارت، بتشحن رصيد للتليفون، تمام. فانت عشان خاطر تشحن عندنا في البلد، لان احنا عندنا قريه ريفيه صغيره، فعشان تشحن لازما بياخد منك رسوم اعلى. يعني بتاع الفوري اللي عندنا في البلد، اللي هو مثلا سوبر ماركت ولا بتاع بيشحن فوري ولا حاجه، بياخد منك 20 جنيه، غير النسبه بتاعت الشركه بتاخد 10 جنيه، تمام. 10 جنيه ديت رسوم الشركه، تاخدهم نظافه، فاهمني ازاي؟ فمش عارف نظافه او حاجه زي كده على ما اعتقد، يعني الله اعلم يعني. بس على طول انا لما باجي اشحن بيخصم مني بتاع دوت 10 جنيه غير الفلوس. شركه الكهرباء على شمالكم اهي، تمام. وقفنا السيستم وقع والنور قطع، فرحنا المنيب، شحنا في اقرب فرع فوري لينا. ده احنا دي كده في ابو النمرس، احنا رحنا المنيب شحنا في فرع فوري، تمام. خصم فوري كام بقى؟ خصم 28 جنيه. لو في البلد كان خصم مني 48 جنيه، وبتوع البلد كانوا عندنا قافلين. فده السبب اللي اضطرناه، اللي خلانا ان احنا نروح نضرب المشوار كده ونروح ونرجع زي ما انتم شايفين. وحبينا ايه نعرفكم الدنيا في معاناة كبيرة يعني. فنصيحة لوجه الله، انت لو عندك حد جالك وقال لك انا هنشيل العداد القديم بتاعك ونركب لك عداد ابو كارت، ارفض. قول له لا يا باشا، انا طالما العداد بتاعي شغال مالكش ان انت تاخد مالكش ان انت تشيل العداد القديم بتاعي اللي هو بيجي لك المحصل ويحصل، ده انت كده في نعمة، تمام. ومهما كان برضه مش غالي زي العداد اللي هو ابو كارت ده. العداد ابو كارت، تمام، اديكم شايفين اهو بهدله. رحت انا وعمر اللي بيصور راكب ورايا بيصور، رحنا انا وعمر ضربنا مشوار، تمام.
وبعد ما ضربنا المشوار ووقفنا السيستم وقع والنور قطع في الشركه بتاع الكهرباء. ومشى الناس، ورحنا بقى اقرب فرع اللي هو فوري اللي في المنيب دوت، ورحنا شحنا الكارت، وخلاص اهو احنا كده داخلين على البلد بتاعتنا. عندنا ابو النمرس، ودي الزراعه اللي هي ما بين ابو النمرس وبين قريتنا اللي هي نزله الاشتر. خلصنا اهوت ومروحين تمام. خدت معايا عمر، وانا عندي شغل على فكره يعني زي ما انت شفتوا كده كنت لابس وعندي شغل، فغيرت لبست اللبس دوت وقلت هروح اما اروح اغير اللبس بتاعي، اروح اغير اللبس الشغل تاني كده كده هروح على البيت، اروح اشحن الكارت واغير واتكل على الله امشي على الشغل. فعطله عطله عطله. اما انت يجي لك المحصل بتاع البتاع دوت لحد البيت، بيجي يحصل تمام، الدنيا معاك تمام ومفيش مشاكل. لو جه بقى اتلكك وقال لك لا معلش انا هغير العداد دوت، العداد اللي عندك دوت اللي هو العادي اغيره العداد اللي هو ابو كارت ده، بص استميت على البتاع دوت، اقول له لا ما يغيرش. وخلي بالك ما تخليش بتاع المحصل او بتاع الكشاف لما يجي يقول لك كشاف، اما يجي يقف معاه. كان الاول كنت تسيبه عادي خلاص، هو بياخد القرايه بتاعته وبيكتبها وبيمشي يتكل على الله. لا، فيما بعد بقى اما يجي لك بتاع العداد الكشاف، اقف معاه لحد ما يخلص ويعمل، لان ممكن يكون جايب معاه في شكوى ولا بتاع، ممكن يجي هو عنده تكليف. اصل بص يا جدعان، قرار نازل ان هم يغيروا كل العدادات القديمه بعدادات الجديده، عشان في ناس كتيره بتسرق كهرباء تمام وكده. فانت يجي لك اقف معاه، والله يا باشا انا قانوني اهو، لو في حاجه هو كده كده بيعرف، معاه اجهزه كده عامله زي جهاز عامله زي المغناطيس، بيروح حاططهولك في قلب على العداد. لو بتسرق كهرباء او في واخد خط من ورا العداد ولا اي حاجه، بيعرف وينبه عليك. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا شحنا الكارت اهو وشحناه، وهلبس واتكل على الله. كل سنه وانتم طيبين.